راه ما خصكمش تسكتوا على هادشي. واش هاد الجهل وصلنا ليه، واش هاد الكبت وصلنا ليه. انا ما كرهتكم، ما عرفتش هاد المعلومه، كرهتكم ما عرفتهاش حيت ضرني خاطري وضرني قلبي. شاف هاد الفيديو يبارطاجيه. هذا اللي كتشوفوا الصوره ديالو هنا سميتو البشير. دابا الحاله النفسيه ديال الطفل راها منهاره متدهوره جدا الى درجه انه احيانا مره كيضرب بيديه. لا هادشي اللي كنديروا ما هوش من بين داك 14 واحد. خاص تشديد العقوبات على اي واحد الاطفال. كنا خصنا نتحدوا وكنا خصنا نطلعوا الهاشتاغ ديال البشير. خونا البشير ولا الطفل البشير اللي كان عايش واحد الحياة اللي مستقرة، كان ما بين المدرسة والدار حتى كبر. مات الأب ديالو رحمه الله، ولكن ملي مات الأب ديالو مات أنه خلاه تقريبا في السابعة الإعدادية. بحكم مات خرجت البشير في ظروف عائلية باش أنه يعاون الأم ديالو على المواد المنزلية والأمور الدنيوية خوتي، باش أنه وفر أمه المعيشة. والأم ديالو كانت شوية مريضة عقليا كما كيقولوا البعض، والله أعلم الأصدقاء. بعد ما كان كيعاون فيها عادي خونا ما قراش من السابعة، خرج من توفى الوالد ديالو، خرج من المدرسة ما بقاش كيقرا. قال كيبريكولي نهار لا ماشي شي خدمة مستقرة باش انه يدير باني. ولكن واحد النهار قرر انه غادي يمشي لواحد الموسم مولاي عبد الله غيمشي ليه، ومشى يتشاور مع الام ديالو واش غنمشي ولا ما غاديش نمشي. قالت لي الام ديالو انا ما بغيتكش تمشي، غير جلس داكشي بعيد عليك وانت عشت داك الموسم والموسم بعيد عليك. والبشير ما سمعش هضره مو، وقال لمو انا راه غادي ماشي بوحدي، انا غادي مع واحد الراجل صديق ديال الاب ديالو. وبعد ما مشى مع الصديق ديال الاب ديالو، امه عارفه انه مشى مع الصديق ديال الاب ديالو، ولكن هو مشى غير بوحدو وقطع الورقه ديال ماشي القطار، قطع الورقه الدراري ديال الكار باش انه يمشي الموسم مولاي عبد الله اللي كاين في جديد. بعد ما مشى خوتي للموسم مشى باش انه يدبر على بريكولات، وكما كنعرفوا ان الموسم كيكثر فيه بنادم، ولا كثر في شي بلاصه بنادم راه كيكثر حتى العمل وكيكتب شحال من حاجه. خوتي ما بغيتش انا نقول لكم واش هاد الجريمه البشعه اللي طرات لخوتنا البشير واش خاصها الحبس ولا خاصها المؤدب ولا خاصها شحال من خاص. خوتي ما رجعش للدرب 3 ايام ولا 4 ايام، ما رجعش للدار، ما كاينش شي اثار البشير، ما لقاو لا اثار لا والو. البشير غير رجع بعد 4 ايام اخوتي، رجع بعد 4 ايام 3 ايام ولا 4 ايام اخوتي، ما رجعش 3 ايام الاخرى رجعت الام ديالو. البشير اخوتي قرر انه شنو يدير اخوتي، انه يعاود الام ديالو الذئاب. شنو داروا لي اخوتي؟ الذئاب اللي خدروه عن طريق الماكله اخوتي، طريق الماكله. واصعب حاجه هي تخدر شي واحد عن طريق الماكله، حيت ما كيعرفوك واش مخدرو ولا ما مخدروش. مني كلا مع البشير مع داك 19 كلب ولا 14 كلب، انا دخت اخوتي والله ما عرفت شنو نقولوا لكم كيفاش تعداو عليه 14 واحد وتعداو عليه بزاف اخوتي. راه ماشي كلاب هادو، راه وحوش هادو اخوتي، راه وحوش. راه كلاب كون كانوا كلاب اخوتي راه ما غاديش يديروا هاد الحرام، ولكن ما عندنا ما نديرو. كلاب عايشين معاهم وحيوانات عايشين معاهم خوتي، راه كثار من داكشي. راه كاين شي حوايج راه غير ما تعرضوش خوتي. صراحه انا دوك 14 واحد والله حتى ما كرهتش انا. شنو دي قضيه المغرب ما خاصها يطلب اعدام، يا ما كاينش الحبس انك تبقى تخسر عليهم واحد الكميه ديال الماكله كل نهار. غتخسر عليه واحد 20 درهم ولا 40 درهم ديال النهار بوحدو غتخسر عليه. يا غتحيد ليه شي حاجه من المصرانه ديالو ولا شي حاجه، شي واحد مسكين محتاج وغادي يعاون البلده وغيعاون الدوله وغيعاون الشعب، غتنوض غتحيد ليه ديك الكلوه ديالو وغادي تعطيه لداك خونا. وداك الاخر اللي داير بحال الكلب وحش ولا ما عرفت كيفاش غنشرحو، غتحيد ليه داك الاخر غتخليه ناقص، المره الجايه غيدير ديك الفعله غتحيدو غتقتلو انت صافي.
ما كاينش الاعدام تحيد ليه كاع المصارين ديالو، غيستافد منهم واحد اللي مريض ولا واحد اللي غيفيد الشعب، ماشي غادي يدمر الشعب وغيدمر واحد الطفل اللي يلا مازال يلا زيد يلا غادي يعيش الحياة ديالو غيدمر دابا هاد الولد شنو ذنبو في المغرب؟ جاب في المغرب وتلاقى مع واحد الكلاب اللي تلاقى معاهم في الموسم. الخاطر كدور اخوتي، داكشي علاش ما بغيتش نهضر على الفيديو، باش ماشي نقول انا راه ما غنوريكمش التصويره انا ديال الدري البشير. نصيحه انك ما خاصكش توري واحد التصويره ديال البشير وما تنوضش دير لي واحد الفيديو، ما تنوضش انك تبين لي واحد الوجه ديالو، راه داك الوجه ديالو راه وجهك راه غيبقى تابعو وراه غيمشي يخدم يقول لي بنادم غتنسى هاد القضيه وغتنسى هاد الفيديو ولكن غيبقى عاقل عليه بنادم ملي غيمشي يخدم يقول لي انت اش حاولوا اخوتي ما تبارطاجيو الصويره ديالو، هضروا عليه وما تبارطاجيو الصويره ديالو. الله يحفظكم الدراري، وهذا ما كان في هذا الفيديو. راه كيدور الخاطر اخوتي، كيدور الخاطر. خاصهم كما قلت لكم كما قال خويا البرقادي، نخلي لكم فيديو ديالو هنايا. تحياتي لخويا البرقادي.